اتفرجت على فيلم رينفيلد، فيلم دراكولا الجديد اللي نزل في السينمات، فتعالوا نتكلم عنه. من الافلام اللي نزلت في الفتره الاخيره، برضو ممكن تقولوا فتره العيد، ممكن تقولوا بعدها بشويه، كان فيلم رينفيلد. فيلم فيه دراكولا وحاجات حلوه جدا كده، فجذب انتباه ناس كتيره وجذب انتباهي انا شخصيا، وكنت ناوي ان انا اتفرج عليه قبل ما ينزل. يعني كنت ناوي ان انا اتفرج عليه ومحدد ان انا هتفرج عليه. فاتفرجت عليه وهقول لكم عنه بالظبط، هل هو حلو هل هو وحش. انتوا لو شفتوا الفيلم ده اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ممكن نتناقش مع بعض عن الفيلم ده وايه اللي عجبنا وايه اللي ما عجبناش. وما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، عشان الفتره الجايه هنتكلم كتير عن الافلام اللي بتنزل في السينمات، وهقول لكم رايي فيها، ايه اللي تتفرجوا عليه وايه اللي ما تتفرجوش عليه. وكمان بالذات ان احنا عندنا في شهر مايو افلام قويه جدا، افلام لمارفل وفيلم فاست اكس وذا ليتل ميرميد وحاجات قويه جدا. فما تنسوش انكم تفعلوا الجرس عشان تشوفوا الحاجات دي كلها، ويلا نبتدي. فيلم رينفيلد بيتكلم عن مساعد دراكولا اللي بعد ما بيقعد سنين بيخدمه قرون كمان، بيزهق من طلباته الكتيرة، وكمان بيحس ان هو بيعمل حاجات شريرة كتيرة جدا. فبيبقى عايز ان هو يهرب من الامر والطلبات بتاعت دراكولا. قصة جديدة مختلفة، واعتقد ان ما استكشفتش كتير في الحتة بتاعت دراكولا والوحوش بتاعت يونيفرسال دي، لان هم ليهم عالم كبير جدا. كان في الثلاثينات مشهور قوي. يعني لما شفنا حاجه زي كده قلنا جميل جدا، حاجه جديده، حاجه فريش ممكن تبقى مختلفه. فتعالوا نتكلم عن الحلو اللي في الموضوع، وبعد كده هنخش في المشكله الكبيره اللي مؤذيه الفيلم ده جدا. الاداء من نيكولاس هولت ونيكولاس كيج، الاتنين في الشخصيات بتاعتهم كان رائع جدا. نيكولاس هولت اولا عمل الشخصيه دي بشكل كويس قوي، واعتقد كشخصيه زي دي كمان شخصيه مأزيه وشخصيه انسكيور وشخصيه فيها مشاكل كتيره جدا، فالاداء كان حلو جدا. في برضو مشاهد محزنة ومشاهد كده، اعتقد ان الفيلم برضو حاول ان هو ياخد نفسه بجدية بشكل كبير قوي، ان ده اذى الفيلم، بس كأداء تمثيلي فالموضوع كان مش وحش خالص. بس اعتقد ان الحد اللي كان يعني حلو قوي في الفيلم ده هو نيكولاس كيج. نيكولاس كيج ممثل حلو قوي، واحنا عارفين ان هو بيعمل افلام، يعني لما بيعمل افلام بيبقى اداؤه التمثيلي بيبقى فيها حلو جدا. لكن اداؤه في شخصيه زي دراكولا اللي كان فيها ناس كتيره مثلتها، بس كان في اداءات حلوه فيها زمان، حتى بالذات في الثلاثينات اول لما شخصيه اتعمل لها افلام. كان طبعا اكيد صعب عليه ان هو يحاول يعمل برفورمانس مختلفه، اداء مختلف يبقى هو اختص بيه لنفسه، ايه اللي يميزه عن الممثلين دول كلهم اللي عملوا اداء حلو جدا في الشخصيه اللي بدأ الموضوع. ايه اللي يميزني انا عن الموضوع ده؟ اكيد فكر في الحاجات دي كلها. لكن الاداء اللي طلعه في الفيلم ده كان مختلف عنهم بشكل كبير وكان حلو جدا. وممكن تكون حاجات في الفيلم ده، الدراكولا اللي في الفيلم ده مختلف عنهم، في حاجات بيعملها هما مثلا ما عملوهاش، لكن هو ده، هي دي الفكرة، ان هو ده نسخة مختلفة من الشخصية جديدة بشكل فريش، بحاجات مثلا كوميدية مختلفة، بحاجات في الأداء مختلفة عن الحاجات القديمة. لكن كممثل فهو بيعمل أداء حلو جدا، وانا انبسطت صراحه من ادائه جدا في الفيلم ده. اعتقد ان دي اكتر حاجه عجبتني وبسطتني في الفيلم ده. اللي عجبتني وبسطتني في الفيلم ده هو كل ما كان بيركز على دراكولا والمساعد بتاعه والتاريخ بتاعهم والحاجات الدمويه بقى والحاجات المخيفه من الموضوع. اكتر حاجه كانت بتعجبني في الفيلم ده هي الاجزاء دي. بس المشكله ان الفيلم مش بيركز عليهم، يعني الفيلم بيروح واخد ترن كده مش عاجبني خالص، وهتكلم عنه. يبعد عن الحاجات دي، لكن اول لما بيرجع للمناطق دي، دراكولا، في مثلا مشهد مخيف او مشهد دموي، الموضوع بيبقى افضل ما هو عليه. واعتقد ان هو يعني عملوهم بشكل كويس جدا. بس كان في كده قصة جانبية لشرطية كده في الفيلم، حاولوا ان هم ياخدوها بشكل جدي جدا، يعني يتعاملوا معاها كأنها قصة كبيرة قوي. فكانوا بيندرجوا كتير جدا بعيد عن الاساس اللي هو دراكولا ورينفيلد وقصتهم مع بعض ومعاناتهم مع بعض. الموضوع استفزني الصراحة، حسيت ان هو الفيلم كان عنده ماتيريال حلو جدا، وكان عنده يعني كنز في ايديه، لكن ما استغلهوش بشكل صح. بس لو كان ركز على الحاجة الحلوة اللي فيه دي، اعتقد انه كان ممكن يبقى من امتع افلام السنة، يعني مش افضل بس امتع افلام السنة، بسبب السيكونسز اللي كانت بتتعمل في الموضوع ده، المشاهد الممتعة والحاجات دي. لكن للأسف هو كان بيحاول ان هو يركز في منطقة تانية مش المنطقة بتاعته.
انا ما عنديش مشكله ابدا ان هم يحاولوا ياخدوا القصه اللي فيها حاجات قديمه اتعملت مثلا من فترة، والقصة نفسها فيها حاجات قديمة، ان هم يعملوها مودرنايزيشن او يجددوها، كمان يخلوها تواكب العصر الجديد والحاجات الجديدة. لكن يعني ما نأذيش القصة نفسها، ما نخليهاش بقى مختلفة تماما عن اللي احنا عارفينه، وده بيخليها اصلا مختلفة فيأذيها. لا، احنا يعني عايزين نخليها جديدة بس كمان في نفس الوقت نحافظ على الحاجات اللي كانت بتخليها كويسة. بس فهو ده الفيلم بالظبط، يعني هو مفيهوش كلام كتير قوي نتكلم عنه، بس انا شايف ان هو فيلم ممتع فعلا. يعني انتوا لو عايزين اي حاجه ممتعه، اي فيلم بوب كورن كده، مش عايزين فيلم يعني سينمائي، ممكن تتفرجوا على الفيلم ده. في اداءات تمثيليه حلوه، حلوه قوي. في مشاهد مع دراكولا ورينفيلد دمويه ممتعه قوي، ومشاهد اكشن حلوه قوي. نسيت اتكلم عن الموضوع ده، ان الكوريوجرافي والاكشن حلوين قوي في الفيلم ده بالذات. بس في مشكلة واحدة بس، ان هو بيحاول يبقى فيلم جدي، بيحاول ان هو يعمل قصة ملهاش اي علاقة او اي لازمة في القصة الكبيرة اللي احنا بنحكيها في الفيلم ده. فانا زي ده ممكن اديله 5.5 من 10، بس ارجح المشاهدة لو انتوا عايزين حاجة ممتعة تستمتعوا بيها كده. بس ده كان فيديو النهارده، حبيت مطولش عليكم قوي. اكتبوا لي انتوا كمان رايكم في الكومنتات في الفيلم ده لو شفتوه، حبيتوا ايه بالظبط، وايه اكتر حاجه عجبتكم، وايه اكتر حاجه ضايقتكم. وما تنسوش تكتبوا لي عايزين نتكلم ايه الفتره الجايه هنا، نتكلم عن ايه في القناه. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وسلام.